لا لا اثر رجعي. الهدف شوف المغرب الاول على البرازيل. الفوز جاي، الفوز باذن الله في المكان السليم. هذا دياز. الله يا رايق الله يا مجنون، هدف للتاريخ. القم يا البرازيل يا القم يا اخي، اقسم بالله اسطورتي والله، بكل ثقة وبكل روقان والله. في مرمى البرازيل بالروقان، هكذا بدأ. شوف اللمسة، شوف النظرة، شوف الانهاء، يا رب يا رجل اقسم بالله اسطورتي. يا سيباري على الهدوء. الله وعش. فين البرازيل؟ المغرب خاطفه البرازيل واقفه دفاع للمغرب. اول ربع ساعه البرازيل واقفه دفاع. الوقت ده كانت البرازيل جايبه فينا جون ومضيعه 3-4 اهداف. الدقيقه 21 المغرب 1-0 وموقفه البرازيل دفاع ومفيش برازيل. المغرب حاجه تانية، خط احمر. اللي هيتكلم عن المغرب ويشبهه باي منتخب في افريقيا هنفخه. كل واحد يعرف مقامه. اتفرجوا يا لعيبه مصر وتونس والجزائر، شوفوا اللي بيحصل من المغاربه. الجون الثاني ضاع، الهدف الثاني ضاع، الجون الثاني ضاع اهو. المغرب ضيعت الهدف الثاني فالبرازيل، والبرازيل واقفه دفاع. البرازيل اللي كانت عامله لنا خطه وهتجيب لنا سقطه قلبيه في ماتش مصر واقفه دفاع. ووهبي لابس بدله وواقف على الخط. يا كابتن حسام احنا ما عندناش لعيبه كده، والله ما عندنا لعيبه. انا اللي بتفرج عليه ده انا عمري ما شفته، عمري ما شفته. لو لسه لعيبه البرازيل خلاص فلسوا في اول كام و20 دقيقه كده. البرازيل مفلسه، تبتدي تعمل فاولات مش عارفه تعمل ايه. انا قلت يمكن المغرب البرازيل بتجس النبض. اول ربع ساعه كده قلت البرازيل بتجس نبض المغاربه بتسيبهم يضغطوا عليها. لا يا باشا، ده جابوا هدف، ده المغرب جابت هدف والتاني ضاع والتاني جاي. يعني مش جس نبض، ده في ضربه ثابته اهي قدامي حكيمي هيرفعها ممكن تيجي هدف اهو. خلينا نشوفها. ضربه ثابته للمغرب حاليا. الدقيقه كام عندك؟ 28. ضربه حره مباشره اهي. المغاربه فاولات عند حارس اهو. يلا حطها هب حطها. لسه برضه الهجمه، لسه مكملين الهجمه، لسه مكملينها اهو. لعبها اهو خدها. هي يا لهوي، برضه الهجمه مكمله يا لهوي. مسكها راحت للحارس ضعيفه. يا نهار اسود. فين يا جماعه البرازيل يا جماعه؟ فين يا جماعه البرازيل يا جماعه؟ وبرضه الكره رجعت تاني للمغرب، خدوها تاني اهو. يلا هيروح عشان مين ده؟ قول لي مين؟ اهو رجعت الكره لورا اهو. بونو واقف لوحده هتروح له الكوره اهو. يا رب يا رب. الله يا اسود الاطلس. الله سيباري، اسماعيل سيباري، اليسون. انظر مزيان يا اليسون. محمد وهبي مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي المغربي. يا الاسيست، يا الاختراق من العمق. اقسم بالله لعيب اسماعيل سيباري، والله لعيب. الله اسماعيل سيباري لمسه اختراق ثم لمسه، اختراق ثم لمسه. اي نعم، منتخب البرازيل هو اكثر من حقق كاس العالم، لكن اليوم انتوا تواجهوا المغرب اسود الاطلس. الله 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 الله. سير يا المغرب، سير باذن الله الادوار الاقصائيه ومن بعدها للنهائيات. سير يا المغرب سير. الله عليكم، الله ما شاء الله.
تعادل بطعم الخساره للمغرب. المغرب بالذات الشوط الاول قدمت اداء كويس جدا على البرازيل وكانت المفروض تتقدم، لكن فرديات البرازيل هي افضل. صابري عن طريق المغرب يا اخوان سجل هدف خرافي يا اخوان على البرازيل، هو البرازيلي صابري يا اخوان. وبعدين فينيسيوس يا اخوان ركنه لا اله الا الله يا فينيسيوس، فجاه عصب يا اخوان، راوغ وسجل. في لقطات تحس المفروض فيها احمر، زي هنا على اشرف حكيمي المفروض فيه احمر، وهنا كمان يا اخوان برونو جيماراش يا اخوان المفروض عليه احمر، في دعس واضح. لكن التعادل عادل في الاخير يا اخوان. المغرب والبرازيل هم اللي تقريبا راح يتاهلوا 100%، بس اتوقع اللي حيتصدر هذه المجموعه هو اللي حيسجل في هايتي واسكتلندا اكثر. بس الله يكرمك عزيزي المشاهد لا تنسى متابعه عشان نقول لك كل شيء جديد اول باول. روح يلا سايباري، يلا سايباري، ولا سايباري. يا خبر ابيض يا اسماعيل، خد دش يا اسماعيل. حماهم في الدقيقة 21. اهدى مرتدة، اهدى. ايه الباص ده؟ عطل أليسون واحدة، قال له انت 1v1، انا عندي حاجة عايز اعملها. 1-0 للمغرب. ادهم دش، قال لك انا هاخد دش ناوي، هاخد دش دلوقتي. ايه يا محمد يا وهبي؟ لا ده احنا كنا مدفونين مع الركراك. لا يا عم. يلا الهجمه المرتده، يلا كانت في رهبه، يلا هي دي. ابراهيم دياز حلو، يا ولد جو، يلا جو فاموس يا ولاد اللعيبه. اسماعيل هي دي جول. مين اللي عمل الباص؟ ابراهيم دياز العالمي. انا مش عارف اقول للمغرب مبروك ولا اقول له هارد لك، بس انا عايز اقول له شكرا ليك يا مغرب، وشكرا للعيبه المغرب، وشكرا لكل مغربي اللي خلانا نقول ان الفوز على البرازيل بقى عادي. انت برازيل انا المغرب، بيلعب معاهم الند بالند عادي خالص. وريني اللي عندك وانا اوريك اللي عندي. ما شاء الله. انا عايز حد ياخد الكرة من الاتنين دول، العيناوي وبوعدي. دكر عدي منهم. جماعه سؤال بس، بوعدي ده عنده كام سنه؟ الراجل ده عنده 14 سنه، اللي خد كازيميرو وخد ايبانيز وخد كله ده 18 سنه. ما شاء الله. عمرك ما هتبقى منتخب كبير من غير حارس كبير. الامن والامان ياسين بونو. ارفع راسك يا مغربي، عملت ماتش تاريخي وضيعت فرص كتير، بس الحظ ما كانش معاك. ان شاء الله معوض وموفق امام اسكتلندا وهايتي. المغرب للتاريخ، ارفع راسك يا مغربي. قسما بالله كل منتخبات العالم بتخاف تواجهك يا رجل. قسما بالله كل منتخبات العالم من كبيرها لصغيرها اصبحت تخشى مواجهة المغرب امام البرازيل يا رجل. عم تتعادل المنتخب المغربي، عم بتعادل. ومش بس هيك، المنتخب المغربي يصبح اول منتخب بكل التاريخ 38 مباراة على التوالي بدون أي هزيمة. 38 مباراة للتاريخ يا مغربي، للتاريخ. ارفع راسك بهذا التعادل، ارفع راسك يا رجل أمام البرازيل. انت عم تلعب أمام واحد من أقوى المنتخبات بكل العالم، عم تتعادل معها. اطمن، انت طالع، انت ربع نهائي ونصف نهائي على هذا المستوى يا مغربي. تحية كبيرة لكل جماهير المغربية اللي يتابعونا. إذا وصلتي لهنا اكتب لنا في تعليقات ديما مغرب، وما تنساش الاشتراك باش نكبروا هذه القناة مع بعضيات.